سلاما من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. من تلفزيون دولة إريتريا إليكم نشرة الأخبار لهذا المساء التي يصل ومعكم أنا عبد الله محمد علي بأهم وأبرز العناوين. تنظيم ورشة عمل حول سلامة الغذاء. تكريم المعلمين النموذجيين وقدام المعلمين في الإقليم الأوسط. ورشة عمل لحماية المباني الأثرية في كرن. أكثر من 5 ملايين شخص في غرب وسط أفريقيا تضرروا من الفيضانات. الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الصينية وتحذير من حرب تجارية. هايتي تنشر قوات إضافية بعدما اقتل 70 شخصا في هجوم لعصابات. إلى التفاصيل. نظمت وزارة الزراعة ورشة عمل وطنية يومي 3 و4 من أكتوبر في أسبر حول سلامة الغذاء. وقال المدير العام لقسم القانون والرقابة في وزارة الزراعة السيد تخلى مزقانة في افتتاح الورشة أن الغذاء يرتبط مباشرة بالحياة، لذلك يجب ضمان صحته وسلامته من المنتج وحتى المستهلك. ودعا المنتجين ومصنعي الغذاء لتوخي الحذر بهدف تقديم غذاء صحي وأن تكون المناطق الزراعية خالية من التلوث. وقدمت في الورشة أوراق عمل حول سلامة الغذاء من التلوث وجودة الأنشطة الزراعية وتصنيع الغذاء، إضافة إلى سلامة العلف الحيواني وحفظ الغذاء. وأوصت إلى تجهيز مخازن منتجات المزارعين وحل إشكالية النقل ووضع حد لرمي النفايات واتخاذ إجراءات لمنع بيع المبيدات الحشرية بطرق غير قانونية. شارك في ورشة العمل ممثلو المزارعين ومؤسسات تصنيع الغذاء والمزارعين النموذجيين من كافة أنحاء البلاد وأعضاء الرقابة الإقليمية الزراعية وضيوف مدعوين. كرم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بمناسبة 5 من أكتوبر اليوم العالمي للمعلمين 18 من المعلمين النموذجيين والقدامى في حفل أقيم في مديرية قال نفحي. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلايها بتجابر في الحفل الذي حضره مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايغ والمدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان أن هذا اليوم مناسبة لتجديد عهد المعلمين لتحمل المسؤولية المهنية وتحسين نوعية التعليم وبناء الشباب بالكفاءة والقيم المجتمعية. من جانبه ناشد مسؤول التعليم في مديرية قال نفحي الأستاذ دانيال سلمون المعلمين لاحترام مهنتهم والعمل بقوة لرفع نتائج التعليم. وقال رئيس جمعية المعلمين فرع الإقليم الأوسط الأستاذ دانيال منقستاب أن الجمعية تعمل إلى جانب رفعة وتطور التعليم لضمان أخلاقيات المهنة. وقدمت الجوائز على المعلمين النموذجيين ومعلمين خدموا من 40 إلى 57 عاما في مهنة التعليم. دعت ورشة العمل التي عقدت يومي 2 و3 من أكتوبر لضمان العناية بالمباني القديمة في مدينة كرن والحفاظ عليها بشكل صحيح لتوريثها للأجيال. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في الورشة التي نظمها قسم بحوث علم الآثار وقسم الثقافة والرياضة في إقليم عنسبة مفوضية الثقافة والرياضة أن ترميم جميع المباني التي هي في حالة مزرية والمحافظة عليها مسؤولية الجميع. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد سراج حجي أنهم ظلوا يعملون لإجراء البحوث العلمية على هذه المباني وأن تنظيم ورشة العمل مواصلة لهذه الجهود. وقد قام قسم الثقافة والرياضة بالتعاون مع مشروع تراث أثمرة وقسم التنمية العمرانية في إقليم عنسبة ومدينة كرن بإجراء مسح لعام 2019 لتحديد والحفاظ على حوالي 700 مبنى تاريخي تم بناؤه من العام 1875 إلى عام 1940 ووضع خطة لترميمه. وقدمت في ورشة العمل 8 أوراق بحثية تتعلق بالموضوع من قبل قسم أبحاث الآثار ومفوضية الثقافة والرياضة وقسم التنمية العمرانية في الإقليم.
ودعم مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخليل المجتمع بشكل عام والملاك والمستخدمين بشكل خاص العمل بجدية في الحفاظ على المباني التاريخية في مدينة كرن. كرمت مدرستي سماتات ودنب سنبل في أسمرة يومي 5 أكتوبر طلابها المتفوقين في امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية. وكرمت مدرسة سماتات الثانوية طلاب أعضاء الدفعة 36 للخدمة الوطنية الحائزين من 3 إلى 4 نقاط. وأفاد مدير المدرسة بأن 20 من الطلاب المكرمين حصلوا على النقاط الأربعة الكاملة في الامتحانات من بين 115 طالبا متفوقا. ودعا مدير مديرية قجرة السيد هيلة ملس ومسؤول مكتب التعليم في الإقليم في المنطقة الجنوبية الشرقية الأستاذ أبرهالي الرفايني الطلاب لمواصلة التفوق التعليمي في التعليم الأكاديمي. كما كرمت مدرسة دنب سنبل الثانوية 101 طالب حصلوا على نقاط من 3 إلى 4 نقاط في امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية أعضاء الدفعة 36 للخدمة الوطنية. وأوضح الأستاذ حقوس كداني من مكتب التعليم في المنطقة الجنوبية الشرقية أن تكريم الطلاب المميزين يمنح الدفعة المعنوية التعليمية. يقوم سكان إدارة ضحية ماريت في مديرية نغفة بنفير لإصلاح انجراف التربة بالسيول والحفاظ على المياه. يتضمن العمل الذي يشارك فيه 300 شخص يوميا منذ شهر أغسطس بناء المدرجات وصيانة الطرق الممهدة. وأوضح مدير إدارة ضحية ماريت السيد إبراهيم علي بناء أكثر من 20,000 متر من المدرجات حتى الآن وصيانة 8 كيلومترات من الطرق. وأكد المشاركون في النفير على أن العمل الذي يقومون به ساهم في الاستقرار البيئي إلى جانب مكافحة انجراف التربة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء بأن سكان مديرية نغفة يقومون سنويا بأنشطة النفير لإصلاح أضرار السيول القوية في موسم الأمطار على المزارع والبنية التحتية والطرق. سيداتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 5 ملايين شخص في 16 دولة في غرب ووسط أفريقيا تضرروا من الفيضانات حتى الآن هذا العام. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الفيضانات في غرب ووسط أفريقيا وصلت إلى مستويات كارثية، حيث كانت تشاد والنيجر ونيجيريا من بين الدول الأكثر تضررا. وقال المكتب أن أكثر من 1000 شخص توفوا وتم تهجير ما لا يقل عن 740,000 شخص، وتعرضت مئات الآلاف من المنازل وأكثر من 100 مدرسة والعشرات من المرافق الصحية للأضرار، كما تأثر ما يقرب من 500,000 فدان من الأراضي الزراعية. صوتت المفوضية الأوروبية بأغلبية أعضائها على قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 45% من 10% حاليا، في قرار قد يزكي حربا تجارية بين الجانبين وفق ما أفادت وكالة الأناضول. وذكرت المفوضية في بيان أن القرار يسري لمدة 5 سنوات اعتبارا من نهاية أكتوبر الجاري، في وقت حذرت فيه ألمانيا من أنه قد يزكي حربا تجارية باردة مع الصين. وبينما نفت الصين في أكثر من مناسبة أي دعم تقدمه لشركات صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، كانت قد هددت بأن أي قرار أوروبي يقضي برفع الرسوم سيقابله آخر صيني على واردات قادمة من التكتل. نشرت الحكومة في هايتي وحدات شرطة متخصصة لمكافحة العصابات قادات اعتداء دام شمال غربية العاصمة بور أو برانس. قالت الأمم المتحدة أنه أسفر عن سقوط 70 قتيلا على الأقل في بلدة بون سوندي على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة، وتم فيه إحراق عشرات المنازل والمركبات بعد أن أطلق أفراد العصابة النار وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
يأتي هذا في وقت تحاول فيه مهمة شرطية دولية بقيادة كينيا إعادة فرض السيطرة الحكومية في هايتي التي تعاني منذ سنوات اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وكوارث طبيعية متعددة. ختاما إذن سيداتي سادتي، لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. تنظيم ورشة عمل حول سلامة الغذاء. تكريم المعلمين النموذجيين وقدام المعلمين في الإقليم الأوسط. ورشة عمل لحماية المباني الأثرية في كرم. أكثر من 5 ملايين شخص في غرب ووسط أفريقيا تضرروا من الفيضانات. الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الصينية والتحذير من حرب تجارية. هايتي تنشر قوات إضافية بعد مقتل 70 شخصا في هجوم لعصابات. تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.